النجمة صفاء أبو السعود. بعدين معاك النجم أحمد صيام. بعدين معاكي في يوميات صفصف. انتوا ليه نقر ونقير كده انتوا بعدين معاكي يا صفصف فعلا بتطير كل يوم في حالة جديدة هي اللي بتعمل يوم زي الفوازير. انا صفصف الدلوعة بالزيادة جمال ورقة هرمون السعادة خد عيني بس بالهدوات وما تعملش فيها الكبير. عاملة في البيت إزعاج زي الزحمة في الشارع علي جاله ارتجاج بوداني ما بقتش ساعة. عايز طلباتك وبس وما يهمكش ان اخس وامتى بس هتحس واشوف قلب تقدير. احسب بالدقيقة والثانية رمضان مع صفصف حاجة تانية. رمضان مع صفصف حاجة تانية. احسب بالدقيقة والثانية رمضان مع صفصف حاجة تانية. رمضان مع صفصف حاجة تانية. يوميات صفصف. تأليف أحمد القصبي. إخراج تامر شحاتة. رمضان مع صفصف حاجة تانية. حاجة تانية. الحقيقة أنا في سؤال عمال بيزن في دماغي يا عادي. ليه دايما شوارعنا زحمة في شهر رمضان؟ عربيات كتير وناس كتير وزحمة كتير والشوارع كلها مليانة ناس وعربيات. ايه ده؟ السؤال ده بسيط جدا، مش من مستوايا، ده في متناول الصايم المتوسط مش الجامد اللي زيي. طبعا. بص يا ستي، باختصار بقى، عشان في شهر رمضان الناس كلها بتاكل في ميعاد واحد وبتخرج لشغلها وبترجع منه في وقت واحد. ده كمان بتخرج تسهر بعد الفطار في وقت واحد. أيوة. وقبل العيد بيشتروا لبس العيد برضه في وقت واحد. الله عليك، برافو عليك يا حاتم، إجابة صحيحة تستاهل عليها مني واحدة قطايف بعد الفطار. الله. لا ولا أقول لك بلاش عشان صحتك وسكرك وكوليسترولك. لكن الحقيقة يعني إن الحوادث برضو بتكتر بصورة ملحوظة في رمضان، صح؟ بس هو ده سؤال اختياري ولا إجباري؟ لا إجباري. أصله برضه سهل يعني زي الأسئلة التانية. شوف يا ستي، الحوادث بتكتر في شهر رمضان بسبب الخلق الضيق والعصبية الزيادة اللي رمضان بريء منها. فعلا عندك حق. ده غير كمان سلوكيات غلط في السواقة زي الكلام اللي بين اللي بيسوق وبين اللي جنبه، وزي اللي بيسوق وهو حضرته بيبص في الموبايل. طب بص يا حاتم في تليفوني. كل دي أسباب موجودة قريتها على الإنترنت حالا وأنا بكلمك دلوقتي في الموبايل وأنا معاك. الحقيقة الناس لازم تركز في السواقة وبس، سواء في رمضان أو في غير رمضان. صح، أحلى كلام قلته. دي كمان تستاهل عليها صينية كنافة بالقشطة. الله. بس مع إيقاف التنفيذ يا حبيبي. ليه بقى؟ يا ساتر يا رب، حادثة، عربيتين خبطوا في بعض. احنا مالنا يا صفصف، خلينا في حالنا. احنا مالنا ايه؟ احنا في شهر رمضان، شهر الخير والرحمة. لازم نحاول نصلح بين الاتنين، خصوصا ان الخبطة بين عربية سايقها راجل وعربية تانية سايقها ست. مش تفتح يا انت؟ خالد عبد الصمد، محاسب اول في شركة البحار العميقة لتجهيز وتصنيع قدرة الفول. بس انت رغاي قوي، ده انت اعمى. انا اعمى يا سارة محسن، 27 سنة، يوتيوبر، اكاونت التيك توك سرسورة، وعلى الانستجرام سيسو. بتعمل ايه في موبايلك يا حاتم؟ بدور على الاكونت بتاعها. نعم. لا تعمل يعني ايه؟ بدور على الاكونت، يمكن متعورة ولا حاجة ونحتاج حد من عيلتها يعني. يا خبر، فانوسي، كسرت فانوسي. يا فانوسي. وهو يعني كان فانوس رمضان؟ وبعدين الفانوس ماله، ما هو فل اهو كويس.
لا 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 لا، أنا حاسة إنه حزين. أنا عاوزة بوليس، عاوزة نيابة، عاوزة محكمة. اعدموا المجرم ده اللي بوظ فانوسي. لا 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 يا أستاذة، لا معلش، الحكاية مش مستاهلة خالص يا سارة. صرصورة على التيك توك وسيسو على الانستجرام. يا شطارتك يا أخويا، اللهم إنك صايم يا حاتم. يا أستاذ خالد، حضرتك راجل ذوق الله يخليكي. وشكلك كده محترم، الله يحفظك. وعلشان كده يا ريت حضرتك تدفع ثمن فانوس سارة. صرصورة برضو الله يخرب. لا 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 لا، الغلط ممنوع والزعل مرفوع. وما تنساش ان حضرتك اللي غلطان وخبطت عربية سارة. صرصورة قلنا. يا دي الخيبة. خلاص احنا في شهر رمضان ولازم نعترف بالخطأ ونصلحه كمان. الله، برافو عليك، نظرتي فيك ما تخيبش. وانت يا ست سارة موافقة؟ قلنا يا دي الخيبة على كده. حضرتك موافقة؟ موافقة. مادام اعترف بخطأه، أنا كمان مش عاوزة أعوض لفانوسي ومسامحاه. يعني انت مش زعلانة لا ولا متضايقة لا ولا مرتبطة؟ يعني مش مرتبطة بالعربية بتاعتك ولا ايه؟ وبعدين معاك يا حاتم، هو انت بتدور لها يا اخويا على عريس؟ والله مين عارف، مش يمكن مش احنا في شهر رمضان شهر الخير. انا متشكر جدا يا استاذة سارة، واسف يعني لو كنت سببت اي قلق او ازعاج. ميرسي، انت جونتي خالص. لا 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 لا، انا مش جانتي، انا محاسب اول. تسمحي لي يا انسة سارة تقبلي دعوتي على الفطار؟ فين؟ في اقرب مائدة رحمن حضرتك تختاريها. مائدة رحمن؟ موافقة طبعا، مدام بلوشي. موافقة. يا سلام، الحمد لله على العموم، الحمد لله. خلاص أنا مبسوطة جدا يا حاتم، صدقني مشاكل المرور دي حلها سهل جدا، بس بالعقل والتفاهم. ايوه بس انت خلي بالك، مش كل المشاكل كده، ده في مشاكل فيها سنج ويا ابني ومش خدي بالك. مش صرصورة يعني؟ لا صرصورة. يا ريت كل المشاكل صرصورة. حاتم، وليه نستنى بس المشاكل لما تحصل؟ ليه فعلا ما نخليش بالنا من سواقتنا، نمشي بالراحة وبهدوء ونبعد عن كل اللي يشغلنا عن السواقة، وبلاش نشغل أغاني بصوت عالي. دي تبقى سواقة. وبلاش موبايل. أيوة بلاش يا أخويا صرصورة، بلاش كلام مع اللي معاك. صح، برافو عليك. يلا بقى سوقي بسرعة عشان نلحق نوصل قبل الفطار، بدل ما نفضل في مائدة الرحمن زي خالد وسارة. صرصورة. صح. يا خبر أبيض، ايه فيها صفصف؟ مفيش فطار في البيت ولا ايه؟ لا بس احنا عمالين ننصح الناس انه بلاش كلام ورغي وموبايل واحنا سايقين، وكل ده وانا سايقه العربيه. يعني انا المفروض انصح نفسي الاول. الناس اللي بيسمعونا دلوقتي يقولوا علينا ايه؟ يقولوا علينا ايه يا حاتم؟ مش هيقولوا حاجة، ما هم كمان سايقين وبيسمعونا. يخلي بالهم هم سايقين وخلاص، عشان يوصلوا بأمان وسلامة ويلحقوا مدفع الإفطار. مع خالد وصرصور. كنتم مع يوميات صفصف مع النجمة صفاء أبو السعود. أنا واحدة ذكية 100%، شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. بلاش يا حلوة نهار، انت لفتي الانظار وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. انا بنك المعلومات ودماغي تسوى الوفات. بشغل جيبك يا حلو، انا ناقصني حاجات. شغل جيبك يا حلو، ده انا عندي عزومات. بشغل جيبك يا حلو، انا ناقصني حاجات. محسوبة بالدقيقة والثانية، رمضان مع صفصف حاجة تانية. حاجة تانية. رمضان مع صفصف حاجة تانية. حاجة تانية. محسوبة بالدقيقة والثانية، رمضان مع صفصف حاجة تانية. حاجة تانية. رمضان مع صفصف حاجة تانية. حاجة تانية. يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، نجاح حسن، عبير مكاوي، أمير عجمي. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع مصطفى البوب، هندسة صوتية محمد شعبان. يوميات صفصف، تأليف أحمد القصبي، إخراج
تامر شحاتة. رمضان مع صفصف حاجة تانية. حاجة تانية.